نقولوا جندو لويس افضل لنا. هذا هو التنظيم اللي راح يلعب به منتخب غينيا الاستوائيه، اللي نذكر بانه واجهناه مره واحده رسميا في المرة الأولى والأخيرة والوحدة فاز علينا، وقف 35 مباراة من دون فوز للمنتخب الجزائري، فاز علينا في نهائيات كأس أفريقيا ب1-0. هذه المخرجة الثانية الرسمية والودية كذلك اللي نلعبها ضد منتخب غينيا الاستوائية في أجواء كبيرة جدا في ملعب الميلودات في وهران. مباراة أخرى وفرصة أخرى للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش لخوض مباراة جديدة مع الخضر. لحد الآن ذكر بأنه لعب مباراتان رسميتان، ربح واحدة وخسر واحدة في تصفيات كأس العالم اللي لعبنا فيها 4 مباريات في المجموع، فزنا ب3 وخسرنا واحدة في نهاية كأس أفريقيا. هذه أول مباراة، وهذه أول مباراة أيضا لرياض محرز بعد غياب منذ نهائيات كأس أفريقيا الماضية التي جرت في كوت ديفوار. ضربة الانطلاق أعطيت للغينيين، على يمين هو أوكوجيا حارس ثالث أو حارس ثاني أوكوجيا. وخط الدفاع بالنسبة للمنتخب الجزائري هي عودة عيسى مندي. وين بعيدة من عيسى مندي تماما في القائمة. في المراوغة رياض مازال عنده الكرة الآن، رياض يرجع للخلف والبعيدة منه للأمام. التغطية الدفاعية من رامي بن سبعيد، كثير من الكلام استرجعت من هنالك من رامي زروق. بغداد مع حجام يمر، بغداد يستلم، رياض محرز مطالب بأن يكون رياض الذي نعرف. حجام عنده الكرة يلعب لسعيد بالرحمة، توزيع بعيدا للامام، تغطيه بالمراوغه بالرحمه والتوزيعه الى القائمه الثانيه خطيره. رياض ممتازه، رياض كرة كانت من بغداد اعتقد بالعقب رياض او من عوار، رياض لعوار وعوار لرياض، ولكن الكرة بعيده. انا ترى ما نبقاوش، انا شوف باقيين جامدين ومش نوار حسام او زروقي وسعيد، راح سعيد بالرحمه لبغداد هاي كره صعبه لصالح عناصر المنتخب الغيني. ترويضه للكره من اروع واجمل. والان رياض مازال رياضي، قصيره الكره من رياض. سعيد بالرحمه دخل على الجهه اليسرى، سعيد يلحقها، التوزيعه من سعيد، كره قصيره. هذه المباراة من دون استفزاز تحتاج إلى هدف. حذاري يا رامي يخرج بالكرة البينية، هاي الصعبة، هاي التسديدة، لويس ساسوي في أول كرة وأول فرصة وأول تسديدة وأول لعبة لمنتخب غينيا الاستوائية، كاد يفعلها بصاروخ وتسديدة رائعة جدا باليسرى، مرت سلامات على يمين الحارس ماندريا. شوف تخلي له مساحة من بغداد. ضربة مرمى، الحكم يقول ركنية. يا بغداد. رياض محرز يرفعها بعيدة في القائمة الثانية، بعيدة كثير، ركلة جزاء، وركلة جزاء يصفرها الحكم البنيني دينغو لويس لصالح المنتخب الجزائري. هل كان فيه مسك على بغداد بونجاح أم على توغاي أم رامي بن سبعيني؟ أعطونا نشوفوا الإعادة. هيثم ياخذ وقته، رياض محرز وضيعها ركلة الجزاء. قلت لك يا رياض كنت أتمنى ألا تنفذها، معلش يلا. مش من عدته يضرب ضربة الجزاء بهكذا الشكل عالية فوق المرمى، كي صدها الحارس يرميها برا على الجهتين اليمنى واليسرى. انت بحاجة يا رياض إلى أن تستعيد ثقتك، وعودة الثقة تمر عبر لعبك لمباراة كبيرة أو تسجيل ما وراء خط وسط الميدان. بالنسبة رياض سعيد يدخل، سعيد بالرحمة رائعة، رجعت لبغداد مرة ثانية. بغداد يبحث عن المرور، بغداد رياض في القائمة الثانية يلعبها بينية مع سعيد بالرحمة رجع للخلف لعيسى مندي، عيسى لرياض، رياض يرفع كرة بعيدة في القائمة الثانية، راسية من توغاي، وصلت لرياض، رجع له كوكو. اسماعيل بن ناصر في خطا اسماعيل من ندونغ، لا مش ندونغ، بعيد هنا عيسى مندي، عيسى ارضيه لحال كجا من سعيد بالرحمه، هيله خطيره،
رائعة في القائمة الثاني في وضع التسلل. أشار لها الحكم نعم، وإلا الراسية كانت من بغداد. كرة سعيد بن رحمة في القائمة الثاني كانت رائعة. يا عيسى يا عيسى يا عيسى يا بلغيني. قنيت سعيد بن رحمة الحق على الكرة، معزول ما زال. ركنية مرفوعة بعيدة في القائمة الثاني لسعيد بن رحمة، يلحق عليه حجام. هيلة منه خطيرة، تمر أمامك ساعة مر أمامك. فاللي ما يقدر واللي ما. كرة مرفوعة مرة ثانية. عيسى منتخب الغيني داخل منطقة العمليات والتسديد. الغينية محاولة التسديد. رائع التسديدة، كرة ساقطة ومندريا يخرجها في الركنية. دقائق هذه الخمسة هي دقائق الغينيين. شوف يمروا مثل كما يشاءون، يسددون كما يشاءون. تنفذ الركنية خطيرة الرحمة بالشكل اللائق. سعيد على الجهة اليسرى، التوزيع الراسية خطيرة وحجام. اسماعيل بن ناصر خرجها، وصلت لرياض محراز. بغداد زرق الحجام، رجعت له كرة خطيرة. حجام التوزيع عرضية لعيسى مندي. حجام رجعت له مرة ثانية. حجام والأرضي. سعيد مازال والتوزيعة. بدر في المخالفة مرفوعة بعيدة يا مندريا سهلة. رياض يرفع كرة هايلة في القائمة الثانية. خطير عوار وعيسى عوار يرجع لرياض. استرجعت من اسماعيل بن ناصر مرة ثانية. وجه مغاير للمنتخب الجزائري في بداية هذا الشوط الثاني لو يكملوا بهكذا الشكل. مرة ثانية يدخل اسماعيل بن ناصر والحارس. كورته لم تكن قوية. اسماعيل بن ناصر سهلة بالنسبة للحارس. عليها حجام يرفعها هيلة خطيرة. كوكو عوار انه ما يجيش الهدف الاول. الكرة تسديدة. كرة بغداد مرت سلامات بعد هذا 17 دقيقة اللي مرت وما شفناه. شفنا حيوية وانتعاش وشوط ثاني، بداية شوط ثاني مختلفة تماما. صعبة الكرة هذه مرفوعة وتوغاي هيدا الكرة لصالح المنتخب الغيني بعيدة. فوتوا المرحلة الصعبة عناصر المنتخب الغيني. لرياض خطيرة. جول رياض وحسام وجول. مش معقول ان الهدف لا ياتي. فعلا جاء الهدف من حسام. التسديده من رياض صدها الحارس وعوار كان في المكان المناسب وهز الشباك وافتتح مجال التسجيل. 1-0 للمنتخب الجزائري في شوط ثاني مغاير تماما لسيناريو الشوط الاول فرديا وجماعيا وحتى تنظيميا بالنسبه للاعبين. وجاء الجول الاول وبعد الاول ياتي الثاني والثالث من دون شك. فعلاء حسام كان في المكان المناسب. اللعبة منه كانت رائعة بالعقب لرياض ورياض سددها. ظل صدها الحارس وعوار كان في المكان المناسب وافتتح مجال التسجيل للمنتخب. خطيرة جول أمين قويري. جول الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. في الوقت بدل الضايع من عمر المباراة. قويري يقول لياسين بنزيا هكذا تسجل الأهداف. قويري يقول أيضا لسعيد بن رحمة هكذا تسجل الأهداف وجها لوجه. هدف ثاني للمنتخب الجزائري. 2-0 في نهاية المطاف. قضي الأمر في شوط ثاني أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه جميل ورائع.